السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عاملين اخباركم ايه؟ النهارده بقى في حاجة حلوة هنعملها. لو عندكم فينو بايت اوعوا ترموه، اللي هو الناشف بينشف عندنا، حوشوه في التلاجة وشيلوه عشان ما يعفنش. وهنعمله طريقة حلوة أوي هيعجبكم، يا ريت لو عجبكم الفيديو صلوا على النبي كده واذكروا الله في الكومنتات وقولوا لنا رأيكم في الوصفة العسل ديت. وادعوا لابويا بالرحمه والمغفره، وادعوا لامواتنا كلها بالرحمه والمغفره، وادعوا لاخواننا في فلسطين وغزه بالنصر والثبات يا رب، ويحوش عنهم البلاوي اللي هم فيها دي يا رب، جاه النبي و... وصلوا على النبي. تمام، وصلوا على النبي. بصوا بقى، يعني انا قطعنا الفين وحدت كده، يعني عشوائي كده. هندخله الفرن. وبعد ما ندخله الفرن هنخرجه وهنفركه كده بايدينا، وبعد كده هنحطه في المطحنه. صلوا على النبي كده واذكروا الله. مطبخي مطبخ انا عبد، كل اللي ما يعرفنيش انا مطبخي مطبخ انا عبد. يشرفني حضوركم معايا واشتراككم بالقناه، ودوسوا كلمه الكل عشان اي وصفه من وصفاتي توصل لكم. هنا بقى انا حمصته في الفرن على نار هاديه. بصوا مقرمش ازاي معانا، بصوا. هديله كده فركه بايدي، كده فركه بسيطه لحد ما ينعم كده. لو حابينه خشن ممكن تسيبوه خشن، بس مش خشن قوي يعني. انا بحبه ناعم. في تتبيله ده بقى بنعمل بيه يا حبايبي، بنزوده للتتبيله بتاعه الفراخ اللي هو الفيجيتار. بنحط كيس فيجيتار مثلا، او حسب الكميه اللي هتعملوها، كيسين فيجيتار، معلقتين 3 من ده. تمام. بيوفر معانا توفير، لان كيس الفيجيتار غاليه وهي طعمها حلو مش وحش، بس دي بتزود التتبيله معانا، وتخلي تتبيله الفراخ البانيه جميله جدا يا جماعه والله. انا بعملها على طول ونزلتها فيديو معاكم قبل كده، وبحب انزل وتشاركوني كل حاجه انا بنزلها. تمام. اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، واكتبوا لنا في الكومنتات بتابعونا من انهي بلد. حبايبي واخواتي في الله، انا بحبكم في الله. اللهم صل على حبيب النبي. هنا احنا كده بنفركها كده حاجه بسيطه، احنا هنضربها على المطحنه كده شويه صغيرين. تمام. وهنحط عليها شويه بهارات بقى ونتبلها، مش هنسيبها كده. هتبقى معانا احلى بقسماط لتتبيله الفراخ البانيه، او اي فراخ، دبابيس، في اي فراخ ان شاء الله، في يعني بص، صدر فرخه، ورك فرخه، دبوس فرخه، اي حاجه، سواء الدبوس سواء الورك، اي حاجه. تمام. زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي اهو. احنا هنطحنه على المطحنه، وبعد كده هنحطه ونحط له البهارات بتاعته. لازم نحدقه، مش هنسيبه دلع عن طعمه، يبقى طعمه حلو. هنحط شويه بهارات حلوين كده. وتابعوا معايا الفيديو الاخر هيعجبكم قوي. ولو عجبكم الفيديو مش ما تبخلوش عنا باللايك يا حبيبي، عشان اللايك بيرفع الفيديو. تمام. احنا هنا اهوت طحناها طحنه ناعمه زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبعد كده هنحط شويه بهارات عليها حلوين. تمام يا حبايبي، تمام. صلوا على النبي كده واذكروا الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاه على الحبيب مسك وطيب. اهو يا حبايبي، انا طحنتها، وفي شويه تانيين كده هطحنهم، وهنحط لها البهارات معاكم دلوقتي. نورتوني يا حبايبي والله، الوصفه دي جميله هتعجبكم جدا. تتبلوا بيها الفراخ، تزودوا مش لوحديها. انتوا عارفين الفيجيتار بتاع الفراخ، الفيجيتار والتتبيله اللي بتيجي من بره، هنحط معلقتين من ده على معلقتين من ده. تمام. عشان يطعم بعضه وبيشيل بعضه. تمام. وممكن تخلطوا الكيستين 3 في الحبه الكميه ديت، وتحطوهم على بعضهم، تشيلوهم لاي وقت تعملوا بيهم. تمام. حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. تمام. انا هنا عامله حوالي 10 ترغيفه من الفينو، كانوا عندي في التلاجة شايلاهم ناشفين. قلت بدل ما ارميهم هنرميهم ليه. معانا هنا معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه ملح صغيره. بصوا بقى، معلقه اللهم صل على النبي، بابريكا، ومعلقه ملح، ومعلقه بابريكا. هات معلقه بابريكا. بصوا، دي شطه اللي انا حاططها، شطه وبابريكا. البابريكا بتدي لون للفراخ حلو قوي. سوري، معلقه سوري. معلقه الكركم، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره الشطه دي اختياري يعني. تمام. اللي انا حطيته ده كركم مش بابريكا يا حبايبي، معلش انا اسف، كركم. تمام. وهنقلب كل ده مع بعضه. اقول لكم تاني، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره من الكركم مش البابريكا. وبصوا بقى، هنخلط ده كله مع بعضه، وهنشيله بباب التلاجة عشان الجو حر، ممكن يسوس ممكن يبوظ. في كيسة او في برطمان، اي حاجة متاحة عندكم. انا ما كانش عندي البرطمان، عبيته في الكيسة. انتوا لو عندكم برطمان ازاز نضيف كده وناشف، هتحطوه فيه وتشيلوا بباب التلاجة. منين ما تعملوا فراخ بانيه، فراخ بانيه او في اي فراخ، هتتبلوا بيه، بيبقى جميل جدا يا جماعة.
مش لوحده، هتحطه مع الفيجيتار اللي بيجي من بره، معلقه من ده على معلقه من ده حسب الكميه، معلقتين من ده على معلقتين من ده، يبقى معانا بصوا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ينفع في اي وقت ويبقى جميل جدا معانا وهيعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك بقى يا حبايبي واشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات. بقول لكم حطوا لايك. دمتم في رعايه الله يا حبايبي، دمتم في رعايه الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده يبقى معانا جاهز زي الفل كده.